يعني تدعو للتفاؤل والامل. شيخ، رؤيتكم لحل هذه الآفة؟ والله هي يعني الحل الآفة مثل ما قلنا، يعني الحد من دخول المخدرات ومتابعة المتاجرين بالمخدرات، واعتقد هي شبكات يعني شو نقول اقليميه عالميه، اكيد ارتباطات اكو. اما في الداخل يعني هذا الاجراء اللي قرر الاخ وزير الداخليه، هذا لو يعمم يعني مثلا دوائر الدوله الاخرى، بس اعتقد يحتاج الى غطاء قانوني، لانه مثلا المسجلين في المدارس، اللي يريد يسافر ياخذ جواز سفر مثلا، اللي يعين، اللي عنده معامله، ان تكون هذه، بس هاي تحتاج اجهزه بنفس الوقت، اجهزه لفحص حتى يحد من هذه الآفة والظاهرة. علاوه على القضيه التربويه، احنا نحتاج حقيقه جيلنا هذا الجيل التربوي يحتاج الى التوعيه، يحتاج الى ماده دراسيه ان تنطرح بالمدارس، ان تحذر من هذه الآفة الكبيره، أن يكون وعي عند الشباب طلاب المدارس الجامعات أنه هذه الآفة، حتى يمكن الطفل من يوعى يمكن حتى يحذر في بيته لما يشوف حالة معينة، يعني يصير عنده وعي عام، لأن هاي مطلوب يعني خوفا من الجيل هذا القادم. فهذه الإجراءات اللي يمكن أن تعمم في المدارس في الكليات. ودور الأسرة، وأنا لا أخفي أنه لابد أن يكون دور الأب والأم بمتابعة هذه الظاهرة. علاوة على أن البطالة، نكون واقعيين، لما نقول نسبة هكذا عند الشباب اكو بطالة، صحيح، هذه البطالة لازم أن تستوعب، لازم تستوعب، لأنه استيعابها هو يقضي لنا على هذه الشباب اللي يشوفه يتجمع وفاق سوء، وبالتالي هو خارج عن إرادة والديه، واكو من يلتقط بهذه الآفات. فلا بد أن تكون علاج للبطالة المنتشرة مع الأسف، بس إن شاء الله أملنا بإجراءات الحكومة أن تستوعب، يعني من خلال القطاع الخاص، الشركات إلى آخره. علاوة على التعيين، يعني أنا برأيي أنه ممكن يكون تشكيل مجلس أعلى